السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده يا جماعة إن شاء الله مع بعض هنتكلم في موضوع مهم قوي، وهنتكلم فيه على الرايق، لأن الموضوع فعلا يعني الناس مستهيفاه أو مستتفهاه، وهو حاجة خطيرة جدا. علاقة اللعيب والأندية، إزاي إنهاء العلاقة ما بين اللعيب والنادي واستقبال النادي التاني ليه. هما ثلاث أطراف: لاعب، والنادي أو إدارة حاضنة اللي عندها اللعيب تملك اللعيب، وإدارة مستقبلة اللي هي عايزة اللعيب يروح لها أو بتفاوضه. وهنتكلم الطرق المحترمة النظيفة الجميلة اللي ممكن ننهي بيها العلاقة، وهنضرب عليها أمثلة، والطرق التانية الملتوية اللي ممكن يكون مخطئ فيها اللاعب أو الإدارة المستقبلة اللي هي بتفاوضه، أو الإدارة الحاضنة إزاي ما قدرتش تحافظ عليه أو تستفيد منه، أو الثلاثة مخطئين أو الثلاثة سلام. لو استطردنا في الأمثلة دي واستفدنا فيها مش هنخلص، لأن اللعيبة اللي بتتنقل من الأهلي للزمالك ومن الزمالك للأهلي من الأربعينات، لكن كانت بطرق نظيفة وراقية فيها أخلاق رياضية روح رياضية نظيفة. هنقول الأمثلة دي بسرعة عشان بعد كده هندلل قد إيه الموضوع ده خطير وبيتحكم في تاريخ اللاعب، والإدارة اللي بتحافظ على اللعيب أو لا، أو بتصرف صح، أو الإدارة اللي بتفاوض بطريقة سليمة محترمة أو بطريقة خاطئة ملتوية. أول مثلا هنضربه طريقة الكابتن جمال عبد الحميد لما اتصاب في تدريب النادي الأهلي، وبطريقة غريبة جدا أهملوا في علاجه وسابوه وبدأوا يتكلموا عنه. والراجل بعد ما خف ربنا شفاه، اتصرف وشاف مصلحته، ونادي الزمالك استقبله بطريقه برضه محترمه، وكمل وبقى نجم مصر وكابتن منتخب مصر في كاس العالم. ده مثل. المثل الثاني رضا عبد العال، كابتن رضا عبد العال لما اتصرف بطريق ملتوي ولف من ورا اداره الزمالك وراح برضه مضى للنادي الاهلي. كانت اداره الزمالك عادي مش واخده اخوانه، ما كانش لسه الموضوع فيه الاحترافيه العاليه قوي دي والشغل العصابات ده، وراح النادي الاهلي. لا نجح في النادي الاهلي، وجمهور الزمالك لفظه وما قبلوش جمهور الاهلي، واداره النادي الاهلي برضه اتصرفت معاه عادي. فاصبح تجربته لا هي ناجحه ولا هي فاشله، يعني حاجه كده بهتانه. المثل الثالث الكابتن حسام والكابتن ابراهيم. هنا الثلاث اطراف مفيش حد فيهم غلط. كابتن حسام رحمه الله عليه، كابتن ثابت البطل، الراجل المحترم اللي كلنا بنحبه، رحمه الله عليه، يا رب يبقى في الجنه. يا حسام احنا عايزينك لوحدك، ده انا وابراهيم. لا يا حسام، طب اشوف مصلحتي يا كابتن. شوف مصلحتك يا حسام. ادي الاداره الحاضنه اتصرفت بطريقه محترمه مع اللعيب، شروطه مش موافقه شروطهم ايا كانت بقى، ماديه، ظروف، عايز اخوه معاه، ايا كان. لا خلاص اتكل على الله، شوف مصلحتك. الراجل راح واخد اخوه، راحوا الزمالك استقبلوهم صح، هوب نجح مع الزمالك واخد عميد لعيبه العالم وهداف تاني هداف العالم، والقصه الكبيره احنا عارفينها، مش هنخش في تفاصيلها. هنا الثلاث اطراف مفيش حد فيهم مخطئ. الطريقه بقى اللي هي فعلا يعني غريبه جدا 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 جدا، الثلاث اطراف فيها مخطئين. طريقه الكابتن زيزو. الكابتن زيزو النادي الاهلي اتفاوض معاه بطريقه خاطئه، اداره النادي الاهلي مخطئه. زيزو اتصرف غلط، اداره الزمالك اتصرفت غلط وما قدرتش تحافظ على اللعيب ولا تستفيد منه. الثلاث اطراف مخطئين. في الاخر الدوشه اللي احنا عايشينها دي، وكل متحفز للتاني وشايل عليه السيف. اداره الاهلي متحفزه لاداره الزمالك، واداره الزمالك متحفزه للاهلي، وزيزو خسر الطرفين على فكره، وافتكروا الكلام ده من دلوقتي. زيزو خسر الطرفين، الاداره دي والاداره دي، ان هم اداره الاهلي بتتعامل معاه دلوقتي وهي قلقانه منه لان هو غدر بالزمالك، فهم هيبقوا يعني متوقعين منه في اي وقت الغدر. الجمهورين مش قابلينه، صدقوني والله جمهور الاهلي ما قابل زيزو. من جواهم عارفين انه خاين، من جواهم عارفين انه غدار وشاف مصلحته، بس مش هيتقبلوه. هم ممكن دلوقتي من باب الكيد والهزار والتحفيل احنا اخدنا منكم صفقه العمر والكلام لكن ما علينا. ليه بقى ضربنا الامثله دي وليه بنتكلم في الموضوع ده؟ مش قصه حاجه بسيطه وحاجه وقتيه. اللعيب ده هيبطل، ربنا يا رب يديله الصحه ويبارك له ويوفقه، وفي الاخر بتصب في مصلحه المنتخب. لكن الناس دي لازم تفهم الاداره الحاضنه، انت وراك نادي بتاريخ هيجي في يوم من الايام كمان 20 30 سنه، عايش اللي عايش وميت اللي ميت. اداره الزمالك في ايام كذا ما عرفوش يحافظوا على لعيبه ولا يستفيدوا منه، وجمهور يزعل بعد سنين. الاداره اللي بتفاوض اداره النادي الاهلي اللي كان بيتقال مبادئ واخلاق وقيم والى اخره، اتصرفوا بطريقه ملتويه وشغل خطف وعصابات، ولا مش ماضي معانا ولا، واللعيب نفسه ما حافظش على تاريخه. تخيلوا كده كمان مثلا 20 30 سنه الراجل ده هتيجي سيرته ازاي؟ لا ده اتصرف غلط، ده عمل، ده سوى، ربنا يوفقه والله. الواحد مش قصده حاجه وحشه، لكن عيب.
القصص دي يا جماعه مش سهله. زي ما قلنا قبل كده، جمهور الاهلي وجمهور الزمالك دول مصر، هتلاقي زملكاوي واهلاوي، اسماعيلاوي زملكاوي واسكندراني اهلاوي، محلاوي اهلاوي وشرقاوي زملكاوي، نص مصر اهلي ونص مصر زمالك. زادت النسبه، عليت في الخليج بره، في افريقيا ده زملكاوي اكتر ده اهلاوي. قصه وراها ملايين، بتاريخ بيتكتب. يعني شوف احنا بنتكلم في تاريخ الكابتن جمال عبد الحميد، ده كان الثمانينات او اواخر السبعينات تقريبا، وما يستتبع ذلك في الثمانينات، لا في اول الثمانينات، لغايه دلوقتي بنتكلم فيها. واداره الاهلي اخطات، ولغايه دلوقتي ما حدش طلع مبرر. شوف بنرغي بقى ازاي وبنتكلم ازاي تاريخ. وراه الجمهور بيقول لا ده جمال كذاب، لا ده ما حصلش. وراه الجمهور تاني ده انتوا غدرتوا بيه. اللعيب نفسه بقى، اللي هو الطرف الثاني اكسيد المنجنيز، العامل المساعد، اهم طرف في المعادله دي. انت بتفكر في بكره ازاي؟ رزقك مضمون، والا يعني نبقى في قصه بقى مع ربنا سبحانه وتعالى، بقى في شرك بقى. ما هو الرزق مضمون بقى بامر المولى عز وجل. انت عايز بكره بتاعك شكله ايه؟ سيبك بقى من ان انا هبطل واشتغل في النادي اداري واشتغل في النادي كذا، لا. انت كمان 30 40 سنه عايز اولادك واحفادك يتقال لهم ايه؟ عايز انت نفسك في تصرفك في اكل عيشك ايه؟ هل انت اتصرفت صح؟ هل انت خططت لبكره صح؟ وانت ربنا يبارك في عمرك عايش، وبعد ما تموت، مع اللعيب ده تاريخ. احنا دلوقتي من الكابتن حماده امام، الكابتن صالح سليم، الكابتن نبيل نصير، الكابتن رفعت الفناجير، الكابتن صفوت عبد الحليم اللي الناس بتسمع اسمه رحمه الله عليه من القلب. بتفكر في بكره ازاي؟ هل هي قصه الماده وفقط وبس؟ انت مش واخد بالك ان انت بتعمل تاريخ لنفسك، وكده كده باذن الله رحت هنا رحت هنا، انت رزقك مضمون بالمولى عز وجل. بطلت كرة، رزقك مضمون. يا جماعه عايزين نرتقي. والله مش بقولها فلسفه ولا تنظير، لا، كانت زمان الدنيا حلوه، كانت القصه جميله، فيها لذاذه كده ورقي. ايه يعني؟ طب ما هو اكم من لعيبه راحت من الاهلي للزمالك ومن الزمالك للاهلي. كابتن زكريا ناصر، كابتن عبد الجليل، كابتن ايمن شوقي. حد بينتقدهم؟ حد بيقول ده باع وغدر؟ لا. كابتن علاء ميوب ما هو لعب في الاتحاد وجاب جون في الاهلي. كابتن وليد صلاح الدين اللي انا بعشقه عشق، امهر مهاري بعد حازم امام طبعا، ماشي، مع احترامي للكابتن وليد ده حبيبي. الراجل راح ولعب. حسن مصطفى راح للاهلي وراح للزمالك، مفيش اي مشاكل. يا حسين ياسر المحمدي من الاهلي برضه مفيش مشكله. ليه احنا بنتصرف غلط؟ ما انا سكتي بسيطه، انا رايح اسكندريه اخد الطريق الصحراوي، لا لازم انزل واروح دافف بالزراعي ليه شغل الالتواء ده وليه؟ انت مش واخد بالك انت بتعمل تاريخ لنفسك؟ مش واخد بالك ان انت بتضر جماهير نادي بتحبك ورايح لجماهير نادي تاني هتقبلك ازاي؟ وممكن يحصل بسببك ايه؟ احنا مش بنضخم الموضوع قوي ولا حاجه، بس لازم تبقى تصرفاتنا كده، يعني ايه، لا يصح الا الصحيح. فالموضوع ده يا جماعه مش عايزين نستدفيه، وده بقى نداء من شخص ضعيف لله للادارات. خلي بالك يا كابتن يا رئيس النادي الاهلي، خلي بالك يا كابتن يا رئيس النادي الزمالك. سيبك من اللعيب ده، شاب وبيبص لمصلحته ومش عارف بكره فيه ايه. لسه يعني اكبر لعيب في مصر مش هيعمل 40 سنه، ده اللي هو النوادر يعني، لكن دول بيبقوا في العشرينات مش فاهمين حاجه. انتوا عارفين انتوا بتتصرفوا ازاي؟ عارف ان انت دلوقتي بتكتب تاريخ هيتقال بعد 50 سنه يا كابتن بيبو، يا كابتن حسين ياسر، يا كابتن حسين لبيب؟ واخدين بالكم من الحته دي؟ القصه يا جماعه مهمه، ويا ريت بقى نعلم الناس، لان انتوا القدوه، نعلم الناس ايه هي التصرفات عشان بياخدوها في حياتهم. والله بياخدوا الحاجات ده في حياتهم. انا مش عايز اطول عليكم ولا نتكلم في حاجه نحسسنا ان هي يعني ذره ولا الكلام ده، بس المواضيع دي مهمه والله يا جماعه. ويعني ان شاء الله الفيديو اللي جاي باذن الله هتبقى فيه حاجه قويه قوي قوي وحلوه قوي لجمهور الزمالك قبل باب القيد ما يتقفل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.